السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي الحبيب وعيشه المباركة، الله يدخل عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وباش كتسمناو. المهم أختي إلا كنتي باقا ما صيبتيش الحلوى ك كنقترح عليك هاد الحليوة ديال الهلال، خصوصا بهاد الطريقة اللي درتها بها غزالة بزاف صراحة، تتجي هشيشة وكتذوب في الفم وفيها قوام اللي هما زوينين. والقوام تيبقاو على حسب الاستطاعة ديالك، يعني يمكن لك ديري فيها اللوز، يمكن لك ديري فيها كاوكاو، يمكن لك ديري فيها الزلجلان اللي بغيتي، ويمكن لك ديري فيها حتى غير كاس ديال العصير د البرتقال وقشور البرتقال. وبالنسبه لهاد ريشبون حتى هي المقادير ديالها ساهلين وبطريقه زوينه وسهله وكتجي هشيشه وكتذوب في الفم. شوفوا معايا هذه ما شاء الرحمن كيفاش رطبه، كتجي كتذوب في الفم، هذه كتجي بحال الشكل ديال الغريبه، كتجي واعره الصراحه. وبالنسبه لهاد سميتها هاد ريشبون حتى هي كتجي رطبه كتذوب في الفم، كتجي زوينه. هذه انا راه صيبت منها بزاف ديال الاشكال، صيبت منها اللي درت ليها اللوز ايفيلي من الفوق، اللي درت ليها كوكاو كونكاسي، اللي درت ليها درت في وسط العجينه ديالها الفيغميسيل. المهم الوليدات عجباتهم الشكل اللي بغاو تيهزوه. ملي تاليت عاوتاني كاينه اللي دهنتها بالناباج وكاين اللي ما دهنتهاش بالناباج، كتجي زوينه صراحه. نتوما كديروا الشكل اللي بغيتو، تبعوا معايا الطريقه حتى الاخير وغادي تفهموا الا كنتم مهتمين. وبالنسبه لهنايا حتى هو سيدي ومولاي ديال الفقاص راه ما تيخطا حتى شي ضرب في المناسبات الاعياد. سمحوا لي بزاف انا ما صورتوش لكم، هو صراحه جا زوين بزاف بزاف وجا مقوم وزوين، ولكن ما صورتوش لكم سمحوا لي. انا راه درت هنا العجنه الاولى ديال هاد ريشبون. درت جوج عجنات، لا ريشبون ولا د الهلال. درت البارح عجنه وفاش عجبتني صافي كملت زدت اليوم عجنه ثاني. شوف هذه ما شاء الرحمن حتى هي كي كتذوب في الفم. انا طولت عليكم في المقدمه ولكن ماشي مشكل، باش تشوفوا الحليوه كيفاش كتجي. شفتوا حتى هي كتجي رطبه، كتجي غزاله ما شاء الرحمن، وفيها واحد الريحه فنه. غادي تعرفوا داك الريحه ملي كتجي في الفيديو. ها الشكيلات هما هادو. انا طولت عليكم المقدمه بزاف صراحه ولكن ما فيها باس، تاخدي افكار صافي وغدوزي نيشان التطبيق. فراه غادي تلقاي يعني جوج ديال الحلوات مصايباهم في فيديو واحد 10 ديال الدقائق، راه سهله. هي 10 ديال الدقائق تعطينا من وقتك وغادي تفرجي في واحد الحليوات اللي هما زوينين. بالنسبه هنا خديت القصريه، غادي ناخذ هنايا ما كاملش نص كاس ديال السكر، ما كاينش نص كاس يعني ثلث كاس تقريبا. لحقاش هاد ريشبوند غنبدا بريشبوند هي الاولى، لحقاش ريشبوند كندوزوها في الكونفيتير تيكون حلو داكشي باش ندير لها انا ثلث كاس ديال السكر، ما تندير السكر بزاف. وعندي هنا جوج ديال البيضات، وعندي زهرة البرتقال. بالنسبة لهاد زهرة البرتقال بالنسبة لي أنا فريش بوند ضروري تعطيها واحد المذاق رائع بزاف كاع. وإلا عندكم قشور ديال البرتقال حتى هما ديروهم، اولا ديال الحامض. انا ما عنديش، ما تصابش عندي الحامض، ما درتش القشور ديال الحامض، اكتفيت غير بداك زهرة البرتقال صافي. وعندي خمارة، وعندي نص كاس تقريبا ديال الزيت، وعندي نص رابعة ديال الزبدة. نص رابعة يعني الرابعة قسمتها على جوج، درت النص لهاد العجينة ونص غنخلي العجينة الهلال. بالنسبه للزبده انا ضروري نديرها فوق العافيه كطيح شويه كتذوب شويه، ذوبتها شويه. هي نفس الخدمه تتجي زوينه صراحه، ما توقع عليها حتى شي حاجه، ما كتخسر لينا الخدمه ما والو. انا ذوبتها باش تجيني ساهله. واللي عنده الميكسور يقدر يضربها بالميكسور، انا الميكسور خرجت عليه في هاد رمضان هذا حرقته. المهم باش هنا تجينا الخدمه ساهله، حيت دابا الحال بارد كتكون الزبده قاصحه شويه. صافي هنا غادي نخلط كلشي تيولي على شكل بوماد. عاد في التالي غادي نزيد عليه داك الخماره، نبدا نضيف الدقيق عاد نزيد الخماره. هنا بالنسبه للكميه ديال الدقيق غادي نديرو 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، نديرو حتى 4 الكيسان، 4 كيسان ديال الدقيق، ولكن نديرو غير 3 ونص. النص الثاني عاد تبداو تضيفوا فيه بالتدريج على حسب العجينه باش تبقى لكم عاوتاني رطبه باش ما تقصاحش. انا راني ما تنديرش الدقيق بالعبار، تندير عيني ميزاني. المهم العجينه تبقاو تضيفوا ليها شويه شويه الدقيق تلقاوها رطبه، ما تلقاوهاش قاصحه، تتشوفوها رطبه. شتو كيما هكا راها بقات رطبه، شتي كتكورنا بسهوله. والحجم كديروا الحجم اللي نتوما بغيتو.
المهم السمك ديال العجينه، سمحوا لي هنا راني تقريبا راه ما بينش لكم السمك ديال العجينه كيفاش راه بقات رطبه. العجينه خليتها رطبه، ما خليتهاش قاصحه بزاف، لحقاش الا درتوها قاصحه كتبدا تشقق لكم في الفران. خليتها رطبه صافي، وتنكورها في يدي يعني بالراحه ديالها، يعني تنحس بها كتكور، شتي كتجي ماسه كتكور لحقاش العجينه رطبه. صافي غادي ندخلها الفران، غندخلها الفران، غنشعلها من التحت وعلى المهل. الحلوه كامله الا بغيتوها تنجح معكم غديروا على المهل، العافيه على المهل، طيب غير بشويه على راحتها. بالنسبه هنايا للحلوه الهلال درت كذلك والمثال نفس المقادير، ثلث كاس ديال السكر، ودرت هنايا 2 بيضات، ولكن هنا غادي ندير غير بيضه كامله وصفر ديال البيضه، واحد البيض ديال البيضه غادي نحتفظ به حيت خصني ندهن به من الفوق. كذلك والمثال حتى هي ذوبت لي هذاك النص اللي بقى ديال الزبده، ذوبته حتى هو. الا بغيتوا البنات ديروا عجنه وحده تخلطوها في عجنه وحده، المقادير وتخلطوهم في عجنه وحده وما تقصحوش العجينه، ديروها غير ديروها شويه يعني رطبه حتى تقسموها على جوج، وحده زيدوا فيها شويه دقيق، قصحوها شويه بشويه ديال الدقيق، وهذه غتزيدوا فيها القوام اللي غادي نزيد معاكم ما غتشوفوا من هنا لقدام. صافي نفس الكميه ديال الزيت، نص كاس ديال الزيت، وواحد الساشي ديال زهره البرتقال. انا قلت لكم راه عندهم نفس المقادير، الا بغيتو تجمعوهم جمعوهم. حتى الاخر عاد غتزيدوها عادي، تنزيد فيها 1 معلقه د القرفه، عاد تزيدوه مع داك القوام اللي غادي نوريكم دابا. بالنسبه للقوام هنا شنو عندي؟ القوام الاخرين انا تهليت فيها، انا طحنت ليها الزلجلان محمرته شويه، وشويه الكاوكاو تا هو حمرته، شويه د اللوز، يعني انا درت فيها شويه القوام. راه كثار من كاس عندي هنا، راه عندي حتى الكاس ونص تقريبا. نتوما ديروا غير شويه على الجهد ديالكم، بغيتو ديروا فيها الزنجلان بوحدو ديروه، بغيتو ديروا كاوكاو بوحدو ديروه، بغيتو ديروا اللوز بوحدو ديروه، المهم على حسب الجهد ديالكم اللي عندكم متوفر عندكم ديروه. ما عندكمش كاع هاد المكسرات غادي نديروا فيها غير كاس، اما كاس ديال البرتقال يعني كاس تاع الليمون والقشور ديال الليمون، حتى هي تتجي غزاله بهم. بالنسبه للدقيق حتى هي هزات لي خماره وحده. وبالنسبه للدقيق راني بقيت ثاني تنضيف غير عيني ميزاني، حيت درنا فيها داك القوام تنزيد دقيق عيني ميزاني. المهم العجينه تبقى ليا رطبه، ما تكونش قاصحه بزاف، يعني تكون العجينه هي هذيك ماشي قاصحه وماشي رطبه بزاف. صافي تجمع لينا، انا جمعتها هنايا. من بعد غادي ندير واحد السلوفان واحد تحت منها، وغادي نحطها، وغادي ندير سلوفان فوق منها، وغادي نسرحها. هذه بلا طابع بلا والو، انتم يمكن لكم تشكلوها بالطابع اللي بغيتو، ولكن انا تنفضل انني نديرها غير بالكاس. بالنسبه هذه تجي في الكوتي ديال المدرسه ديال الوليدات، بحال الشكل ديال كوكيز بحال، والله الا ديروهم داك الطويبعات يعني اللي تيكونوا فيهم الاشكال ديال الدراري الصغار، وتقطعوها تجيهم زوينه المدرسه، تعطيوها لهم هكا كوتي، حسن ما تخرجيه للحانوت وتشري ليه بيمو من الحانوت، لحقاش هذه جات مقومه وجات زوينه. انا هذيك العجينه اللي قلت لكم صايبت البارح راني درتها بالفيغميسيل، يعني ملي درتها بالفيغميسيل الدراري جاتهم زوينه بزاف، داكشي باش انا زدت هاد العجينه هذه وقلت غادي نصورها معكم، وهذه راني ما درتش فيها الفيغميسيل، وسبحان الله راني جبتو لا غير نسيت ما درتوش. من هنا غادي ندهن بالبيض الفوق كيف شفتوا هاد ريش بوند، راني خرجتها حيت صافي تحمرات ليا غير مع الكولور ديال التليفون ما تيبينش المصداقيه، ما مبينش ليا الحلوه على حق وطريقه، تيبينها باهته شويه، الكاميرا ما زويناش عنده. صافي ملي دهنت هنايا بالبيض درت الكاوكاو كونكاسي من الفوق، وغادي ندخلها حتى هي الفران على المهل. هذه صافي راه غادي نحيدها، ودرتها هنايا غادي نديرها في الكونفيتير. درتو سخن شويه مع نص كاس ديال الماء الزهر صافي، وغادي نبدا نحط فيها هاد الحليوه هذه. بالنسبه للناس تيخليوها، كاين اللي تيخليها 5 ديال الدقائق 6 دقائق تيقول لك غادي تشرب، لا انا ما تنخليها ما تتشرب ما والو. صافي دغيا سميتو دغيا كنحيدها حيت هي اصلا رطبه، دغيا كنحيدها. بالنسبه لهذه شفتوها حتى هي راه تحمرات في الفران، هي راها محمره ولكن هي الكاميرا عندي ما كتبينهاش زوينه، ما عرفتش علاش. صافي هنا غادي نكمل هذه، غادي نبدا نحيدها نحطها الحبات اللي درتهم غطستهم في الكونفيتير، غادي نحيدهم ندوزهم في شويه ديال الكوك، وغادي نحطهم في الطبيسيل الاخر. هذه بغيتو دوزوها في الكوك دوزوها في الكوك، بغيتو دوزوها في الكنافه تكون محمره شويه مشنفه ومحمره شويه، دوزوها في الكنافه حتى هي تكون محمره ومشنفه شويه، كتجي حتى هي بها زوينه. ولكن الصراحه راه جا فيها واحد المذاق لا يقاوم، جات رائعه رائعه بزاف بزاف بزاف.
ما يمكنش تدخلي لشي دار وما تلقيش عندهم ريش بوند، خصوصا في هاد العيد هذا سبحان الله. في العيد رمضان تيديروا الناس تيديروا ريش بوند بزاف، لان هي سبحان الله محبوبه، كيف كيقولوا محبوبه الجماهير. صافي غنبقى ندوزها هكا وغنبقى نحط فيها الطبيسيل هذا. المهم الا وصلتي لا فيديو حتى لهنايا ما تنسينيش من واحد اللايك، بارطاجي الا عجبتك الحليوه. والله الا عرفتي زوينه، جات غزاله بزاف صراحه، جات فتيه وجات زوينه. هذه هي الحليوه ديالنا. ما عرفتش واش الكاميرا كتبينها واضحه ولا لا، نتنظر الكاميرا ما تتوريهاش زوينه صراحه، ما عطاتنيش داك لا كولور اللي كاين الاصلي في الحلوه. ما طلعتوش ليا الكاميرا، عندي الكاميرا ما زويناش ولا ما مريقلاش. المهم هنا انا قلت لكم انا درت تنويعات، درت ليها لوز افيلي، اللي درت فيها البغمسيل، واللي درت ليها الكاوكاو كونكاسي. وهذه ريش بوند ديالنا. ما تنسينيش من لايك ومن بارطاج، ومن الا كنتي اول مره بارطاج فعلا بطبيعه الحال، بارطاج مع صحاباتك، يعني مع صحاباتك اللي يلاه كيتعلموا، اللي يلاه كيدخلوا الكوزينه، اللي يلاه بغاو يصايبوا الحلوى. فهذه اسهل ما كاين وناجحه 100%، لانني انا بكل مصداقيه ما مخبيه فيها حتى شي حاجه، كل شيء باين واضح امام العيون ديالكم وناجحه 100%. وما تنسيش تخلي واحد سبسكرايب الا كنتي اول مره كتشاهدي لا فيديو ديالي باش يبقى يوصلك الجديد ديالي ان شاء الله. انا بالنسبه هنايا اللي درت البارح راني دهنتها بالناباج، جات زوينه، جات كتلمع زوينه، ولكن انا ما بغيتش ندهنها بالناباج الصراحه. اللي درت اليوم بغيت نخليها زعما صحيه شويه، يعني داك الناباج تا هو شويه راه مصنع، داكشي عشان ما بغيتش ندهنها. خليتها هكا على الطريقه ديالها كيف كيقولوا الاصليه. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله باذن الله. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم يا ربي الحبيب.